مشاهدينا أهلا بكم، وهذا اللقاء الخاص مع معالي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. طبعا الوزير الأول الذي يزور الجزائر بعد القطيعة بين البلدين، ولكن لحضور القمة العربية وطبعا اجتماع وزراء الخارجية العرب. أهلا بك مع الوزير، واسمح لي أن أبدأ بالسؤال المباشر الذي يحير الجميع: هل العاهل المغربي سيشارك في هذه القمة؟ أهلا وسهلا. أمس أخبرنا الجامعة العربية بأنه يتعذر على جلالة الملك حضور أشغال القمة. في أي وقت تحديدا؟ بعد انتهاء الاجتماع الوزاري أو لا؟ نذكر شوية بأن كان جلالة الملك محمد السادس من أول القادة اللي عبروا عن استعدادهم لحضور هذه القمة، وكان جلالة الملك حتى أعطى تعليمات باش نخبروا أشقائنا في الدول العربية عن استعداد جلالة الملك للقيام بهذه الزيارة للحضور للقمة وتشجيع يعني القادة العرب على القيام بذلك. جلالة الملك تابع الأشغال، ولكن جلالة الملك عنده اعتبارات أخرى اللي خلت له بأنه يعطي التعليمات باش نخبروا الجامعة بأنه يتعذر عليه الحضور، اعتبارات مرتبطة بسياق إقليمي ثنائي وغيره. حدد لي لو سمحت، لأنه هذا إعلان لم يكن متوقع، خاصة أنه الكثير من وسائل الإعلام كانت تتوقع أن يأتي. أيضا بالأمس كان في تصريحات للأمين العام المساعد للجامعة العربية يقول أنه تم احتواء التوتر بين الجزائر وأيضا المغرب، فبدي أعرف شو الأسباب الرئيسية ما بين الأمرين. يعني يمكن ما تحدث عليه نائب الأمين العام هو مسائل مرتبطة بسير الأشغال وبعض النقاط اللي كانت مهمة بالنسبة للجانب المغربي. هذا أمر، هذا موضوع الخارطة أو مواضيع أخرى يعني لا بغيتي نفصل فيها. هي المسألة هي مسألة منطلق، أين نحن؟ المغرب فهمه هو أن الأمر يتعلق بقمة جامعة الدول العربية تحتضنها دولة عربية بالترتيب الأبجدي. هذه هي وليست قمة دولة معينة تنظمها ووفق يعني أجندتها. هذا هو المنطلق. من هذا المنطلق المغرب كان دائما يرى بأن ما دام أننا في اجتماع لجامعة الدول العربية، قواعد العمل، دفتر التحملات، المرجعيات هي مرجعيات جامعة الدول العربية، وأن البلد المستضيف يعني كي يشتغل وفق هذه المرجعيات ووفق هذه العناصر. من هذا المنطلق كانت تعليمات جلالة الملك باش المغرب يحضر لهذه القمة، يحضر على مستوى كبار الموظفين، على مستوى المندوبين الدائمين، وعلى المستوى الوزاري، وأن نشارك بشكل بناء، لأن التحديات اللي كتواجه القمة هي تحديات مهمة. من هذا المنطلق المغرب شارك فيما كيكون خروج على ضوابط العمل داخل الجامعة العربية. المغرب يذكر بذلك ويطلب تصحيح الوضع. ملي كتكون الأمور غادية بشكل طبيعي المغرب يساهم بشكل بناء في ما الذي حدث تحديدا؟ هل لك أن تكون صريح معنا لنعرف ما هي الضوابط التي ممكن نكون؟ نعم، كانت بعض العناصر اللي مرتبطة بخارطة المملكة المغربية. تم احتواء الموضوع، هناك اعتذار من المحطة أنا سألتيني ماذا جرى؟ صحيح. هذا ماذا جرى؟ يعني المغرب في إطار هذا المنطق ديال أننا في إطار اجتماع لجامعات الدول العربية أكد على أنه يجب احترام هذا، والمغرب ماشي أول مرة كيذكرها. منذ بدات التحضيرات المغرب قال هناك محددات يجب احترامها، ليس فقط للمغرب، لأي دولة ستذهب إلى قمة عربية في دولة أخرى هناك قواعد يجب احترامها، والمغرب ما كيطلبش امتياز له، المغرب يطلب تطبيق قواعد عامة جميل. ما هي المحددات التي تم خرقها؟ تحدثنا عن الخارطة اللي هي
هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة صحيح، ولكن الأمانة العامة للجامعة العربية قالت بأنه لا علاقة لها بهذه المحطة، بالمقابل كان هناك اعتذار من هذه المحطة على ما حدث. ألم يرضيكم ذلك؟ بمعنى آخر، عندما تم الحديث عن احتواء التوتر لم ينتهي هذا التوتر؟ لا، يعني خصنا نتفاهموا على أمر أساسي. المغرب قال هذه شهور بأن هناك ضوابط يجب أن تحترم، وتلقى ضمانات وتطمينات. لما وقع الأمر كان هناك أولا استغراب، لأن هذه ماشي مسائل، يعني لماذا لم يتم التلاعب بخريطة تونس ولا المملكة العربية السعودية ولا الأردن؟ ثانيا، لماذا في اليوم الأول؟ وثالثا، لماذا من قناة رسمية؟ يعني أنت تعتقد أنه هي كانت مقصودة من الجزائر؟ أنا ألاحظ بأن الخريطة الوحيدة التي تم وضع حدود لها هي خريطة المغرب. سقطة ربما احنا، ولكن اعتبرنا بأن الأمر يحتاج إلى توضيح، وبأن الأمر ليس فقط سقطة ديال الغرافيست كما قيل. يعني الغرافيست كان انسبيري، بحال اللي كنقولوا حنا، مشى للمغرب فقط والجزء من التراب المغربي. ولكن بحال اللي قلت، حنا جينا بتعليمات واضحه من جلاله الملك للاشتغال بشكل بناء، عدم المس بالخطوط الحمراء. اكيد لم تحصلوا على توضيحات. لا، خلينا نبدا. حصلنا على لم تكن مرضيه. هي جزء من امور اخرى اللي يمكن لي نقول. نعطيك مثال اللي يمكن يهمك. ما عرفتش نتوما كوفد اعلامي شحال بكم؟ يعني الوفد الاعلامي المغربي هو الوحيد اللي وصل ب 52 وطلب من 40 انهم يرجعوا الى المغرب ويبقوا 12 فقط. هلا في اجراءات امنيه في كثير من المحطات رفضت. نتمنى بان يعني المغرب ما يكونش الدوله الوحيده اللي ثلثي الوفد الاعلامي وصل وعاد بدون ما يقوم بالتغطيه. سالت بعض الزملاء، يعني ما كاينش 12، اللي 12 يعني فيها من المصور والماكيور وكل شيء، ما نفوتوش 12. كان اليوم مصدر بلاغ من هيئه الصحفيين المغاربه، واش حنا ضروري واش ضروري مثل هاد نضيعوا الطاقه ونضيعوا الوقت في امور مثل هذه اللي كان يمكن لها يتم التعامل معها بشكل اخر. ما سمعتش عن دولة أخرى اللي إعلاميها طلب منهم أن يتركوا البلد. وصلوا على البلد؟ نعم. أم رفضت؟ وصلوا على المطار وصلوا وعادوا من المطار وعندهم تأشيرات. أكيد. طب شو كانت التبريرات؟ هل حصلتم على هذه واش عاوتاني الجرافيست هو اللي مسؤول عليها؟ ربما. ولكن كان اللي كنلاحظ هو أن أمور كثيرة تقع للمغرب فقط. هلا الجانب الجزائري عندما تم الحديث عن انه الاستقبال لم يكن بالطريقه المطلوبه قال انه لا. ما بغيتش يعني، لان قلت تحديات القمه اكبر من اننا، ولكن يمكن نعطيك تفاصيل. وهذا السبب والخارطه كانت الاسباب الرئيسيه التي ادت لقرار عدم حضور العاهل المغربي. لا نقول جلاله الملك عنده اعتبارات متعدده اللي على اساسها بنى القرار ديالو باش انه يعتذر عن الحضور. متعدده اللي خداها جلاله الملك بعين الاعتبار قبل ما يعلن على هذا القرار. طيب انتهت من المحددات ولا في بعد محددات اخرى وبعد فيها العديد من الامور اللي اتخذت بعين الاعتبار، لان الحضور خصو شروط وجلاله الملك تابع هذه الشروط، وفي تقدير جلاله الملك هو بان الشروط ما كتساعدش على انه. هل افهم من كلامك معالي الوزير انه المشكله او التوتر ليس فقط مع الجزائر بل وصل الى مرحله الامانه العامه للجامعه العربيه؟ لا. اولا جوج الامور نوضح. النقطه الاولى هي ان كنظن 8 ديال القاده العرب ما حضرتش، السعوديه
الإمارات لأسباب طبية. الإمارات، الكويت، لبنان، عمان. بس المغرب قرار سيادي بالنهاية. كل واحد، أنا باش قلت بأن يعني كل واحد عنده اعتباراته، كل دولة عندها الاعتبارات ديالها، كل قائد عنده الاعتبارات اللي اتخذت في هذا الإطار. مع الأمانة العامة باش نجاوبكم مباشرة، لأنه كاين دائما تعاون كبير، وكانت الأمانة العامة بالنسبة للمغرب عاوتاني عكس الدول الأخرى هي الوسيط الوحيد مع الدولة المضيفة. يعني المغرب في كثير من يعني في كل الأحيان كيمر عن الأمانة لغياب قنوات التواصل المباشرة. فبالعكس احنا كنقدروا كثير الدور اللي قامت به الأمانة قبل، أثناء القمة. ولكن أنت تعلم أنه غياب العاهل المغربي مباشرة يؤثر على صورة الجامعة العربية اللي البعض ينتقد بأنه تترهل في ظل غياب القيادات الموجودة، أليس كذلك؟ هو باش نعاود ثاني نوضح، رؤية جلالة الملك ماشي اليوم، منذ مدة، منذ يعني هذه سنوات، أن لا يمكن اختزال العمل العربي المشترك في القمم. دعني فقط أمر سريعا على هذا الغياب العاهل المغربي. عندما نتحدث عن محددات تم خرقها، هل نعتبر أنه كانت الإشارات غير إيجابية، سأضعها في هذا الإطار، من قبل الجزائر؟ وأليس هناك من دول عربية يتم التنسيق معها للدخول في وساطة على الأقل لتقريب وجهات النظر؟ أكيد بأن القرار خدا مجموعة من الاعتبارات اللي مرتبطة بما وقع قبل أثناء التحضير للقمة، ما يقع يعني على المستوى الثنائي، ما وقع أثناء وغيرها. فالعناصر اللي يمكن حتى على مستوى الشعب المغربي كاين هناك واحد الهجمات إعلامية اللي كيرفضها الشعب المغربي بالدرجة. هلا من قبل الطرفين، أليس كذلك؟ يعني احنا في تقاليدنا لما كتستدعي شي ضيف كدير مجهود. ثانيا تحدثتي على مسألة الضوابط، هذا جزء، هذا عنصر كذلك من هذا الشيء، ولكن اللي بغيت نأكد عليه بأن جلالة الملك اعتذر عن الحضور للقمة، ولكن جلالة الملك أعطى تعليمات واضحة بالمشاركة الإيجابية والبناءة في القمة. وغياب جلالة الملك مثل غياب يعني واحد 7 ولا 8 ديال القادة العرب على مستوى القمة اللي ما غيحضروش كذلك هذه القمة. الاعتبارات مختلفة، وبالتالي يعني الوفد المغربي سيستمر في الاشتغال بشكل بناء وفق الضوابط. إذا كان تجاوزات نوضح الأمور ونرجع الأمور إلى نصابها، وإذا كان مجال للمساهمة البناءة فالمغرب أول من يساهم في ذلك. في تنسيق مع أي دولة عربية في هذا الإطار أو لا؟ حول إمكان الحضور أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر؟ يعني أنا كنقول كاين يعني مستويات مختلفة. يعني علاقة جلالة الملك مع إخوانه من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، هذه علاقة يعني كتخص جلالة الملك واللي دائما في تواصل مع إخوانه. هل جلالة الملك أعطى أي إشارات أو يمكن القول بأنه بعد خطابه السامي والذي وجه فيه رسالة كانت جدا إيجابية وقرأت بإيجابية إلى الجزائر، هل تلقى إشارات غير ذلك من الجانب الجزائري؟ حتى بعد الخطابات أنا قلت لك جلالة الملك كان من أول القادة اللي عبروا على استعدادهم للمجيء إلى القمة، وبلغنا بذلك الجامعة العربية رسميا. وجلالة الملك يعني كل التحضيرات كانت للحضور للقمة، حتى وفد المقدمة وغيرها، وكانت اعتبارات اللي خلى جلالة الملك اليوم ياخذ بعين الاعتبار في هذا القرار في سياق العلاقات الثنائية وفي سياق الإشارات وغياب الإشارات. لا، وجود بعض الإشارات هل قرأت على أنها رد على اللي ذكرت المحددات التي تم خرقها؟ باش المحددات هذا كانت على جزء من سياق
عام، فيه سياق إعلامي، سياق ثنائي، سياق إقليمي وغيره. كنا نتحدث بداية عن الإعلان الذي ذكرت بأنه العاهل المغربي لن يحضر القمة، سينوب عنه وزير الخارجية. نعم، كانت تعليمات لجلالة الملك بأن أرأس الوفد المغربي في القمة. طيب، خبرنا بداية لو سمحت لنا معالي الوزير عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، وما هو الطرح المغربي في هذا الاجتماع؟ بحال اللي قلت، الوفد المغربي جاء بتعليمات واضحة فيها أولا التأكيد على أن سياق هذه القمة وهو سياق عربي ودولي صعب، من انطلاقا من القضية الفلسطينية اللي يعطيها جلالة الملك أهمية خاصة، من منطلق دوره كرئيس للجنة القدس، ومن منطلق كذلك الهجمات اللي كتعرض لها القضية الفلسطينية، التصرفات الإسرائيلية، اقتحامات للمسجد الأقصى، اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. هذه كلها كتطرح تساؤلات مهمة. وضع مقلق في ليبيا، وضع مقلق في اليمن، وضع مقلق في سوريا، لبنان، السودان وغيرها. كاين يعني أزمات دولية، أزمة طاقية، أزمة غذائية، أزمة بيئية، أزمة أمنية، اللي كتساءل الوضع العربي، واللي خلات من البداية المغرب ورؤية جلالة الملك أن يجب أن الإجابة خصها تكون عربية مشتركة. كاين هناك من جهة أخرى انتصارات للشعوب العربية وتحدثت عليها، اللي بالإضافة للقرارات والإعلانات اللي يمكن تخرج، كتسنى أمور عملية، كتسنى كيف سنواجه الأزمة الغذائية، كيف سنواجه الأزمة الطاقية. يعني تعامل جلالة الملك مع هذه القضية وتعامل براغماتي عملي. الإعلانات سهلة، الخطابات سهلة، الحلول يجب أن تكون حلول عربية عملية. وبان هذا ماشي غير اليوم، ماشي لأن القمة في الجزائر ولا. في 2001 جلالة الملك أطلق مبادرة إعلان أكادير للتكامل الاقتصادي بين المغرب وتونس والأردن ومصر كنواة لعمل مشترك. هذا المسار غادي، مسار لتبادل حر بين هذه الدول. فيه مشاكل، ولكن أنا نفضل المشاكل تكون بين الفاعلين الاقتصاديين وقواعد المنشأ وشروط المنافسة، على أنها تكون مشاكل سياسية، مشاكل مرتبطة باختلافات في الرؤى وغيرها. هذا هو ما هو له انعكاس على اجتماعكم في الجامعة العربية، بمعنى آخر أنه ممكن التوسع عندكم طرح آخر أم ماذا؟ يعني الطرح هو أن كانت اقتراحات جد مهمة من الجانب المغربي في الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. للأسف اللي ما كياخدش واحد الفيزيبيليتي، واحد الأهمية في أجندة جامعة الدول العربية في هذه القمة، لأنه هناك حديث أنه في تركيز على هذا الموضوع. الأمن الغذائي هو من العناوين الرئيسية، وأنه في توافق. يعني من خلال حديثك أفهم أنه ما في توافق على البنود. توافق، مش الإشكال مش التوافق على الأوراق، مش التوافق على الأوراق. الإشكال هو ترجمة الأوراق إلى بشكل عملي. لهذا أنا قلت القمم مهمة، ولكن ماذا سنفعل في 363 يوم الأخرى من السنة؟ إلا اعتبرنا بأن كنا كنتظروا القمة هذه 3 سنين باش نبداو نشتغلوا، فكاين خطأ نوعا ما. يعني ما هو أساسي؟ كل واحد فينا يسأل نفسه ماذا أفعل للدفع بالعمل العربي المشترك، وبالعكس ماذا أفعل لضرب العمل العربي المشترك. المغرب أكد مع مجموعة من الدول على أن العالم اليوم والعالم العربي بصفة عامة محتاج إلى تعزيز وحدته الترابية، إلى تعزيز سيادته الوطنية، إلى محاربة الانفصال، إلى محاربة الشرذمة، وإلى تقوية مؤسسات وإضعاف الدول العربية لسبب من الأسباب كتضرب
هذه الباخره العربيه اللي كنا يا اما غادي نمشيو بها واما غادي نغرقوا فيها الضعاف جميعا. عربي او بسبب التدخلات الخارجيه، وهي نقطه مهمه. يقال بانه كانت بند من البنود التي اثارت الكثير من التساؤلات والتوترات. ما يعني هذا مره اخرى ما غنغيروش الواقع بالقرارات او بجدول الاعمال. التدخلات الخارجيه في العالم العربي هذه حقيقه، اننا نديروها في جدول الاعمال ولا واننا نسحبوها ما غيغيرش هذا الواقع. واللي كيظن بان عدم ذكرها في جدول الاعمال فهذا غيغير الواقع فهو مخطئ. هناك تدخلات يعني كنشوفوا. عن مين عم نحكي؟ عن ايران؟ المغرب يمكن له يحكي عن ايران بشكل واضح، لان ايران بالنسبه للمغرب تمول ميليشيا مسلحه انفصاليه تهدد امن المغرب، تهدد استقرار المغرب، وتهدد امن وطمانينه المغاربه. التدخلات الاجنبيه هذه كاينه لجنتين عربيتين اللي ما بين القمه ديال تونس وقمه الجزائر اجتمعت واحد 6 ولا 7 المرات وصدرت تقارير وقرارات، واللي القمه ستعتمدها مرة أخرى. لكم لأنه بحسب ما فهمت أنه ما سيطرح هو قراءة من القراءات السابقة، لا جديد لا إضافات. لا. هل هي يعني أنا كنظن اللجنة آخر مرة اجتمعت في شهر شتنبر الماضي في القاهرة، ودارت تقرير وكان هناك قرار، وهذا القرار هذا سيتم إعادة اعتماده من القمة. اللي هو لو تشرح لنا القرار. اللي هو بأننا نرفض التدخلات الأجنبية في القضايا العربية، نرفض تواجد قوات أجنبية فوق التراب العربي. وبالنسبة للمغرب اللجنة كتشير بشكل صريح إلى التضامن مع المغرب والتنديد بالتدخلات الإيرانية في الشؤون المغربية من خلال دعم ميليشيات انفصالية مسلحة. الاسم واضح وصريح للدولة الذي يتم التنديد بها، إيران. بالنسبة للمغرب إيران. بالنسبة للنص الموجود، بالنسبة للقرار يعني اللجنة هي سميتها لجنة الحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، هذا اسمها الرسمي، والقرار والتقرير يشيران إلى ذلك بالاسم. وهذا ما سيكون في بند من بنود البيان للقمة؟ هذا غيكون من القرارات التي ستعتمدها القمة. وهذا بالنسبة لكم غير كافي؟ لا، بالنسبة لنا كافي. يعني يعني هذا ما تحتاجه المغرب؟ المغرب تحتاج يعني التنديد؟ لا، ما تحتاجه. المغرب على المستوى الثنائي قطع علاقاته مع إيران منذ 2018. المغرب ولقى تضامن. بحال المغرب في 2009 قطع علاقته مع إيران لما كان تهديد للبحرين. المغرب ما كيشوفش الأمر بأنه مجرد بيانات وقرار، المغرب عملي. شكرا جزيلا معالي الوزير على هذا اللقاء. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.